بالفيديو تصريح خطير يهز العالم من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل مباراة المغرب والجزائر في كأس إفريقيا للناشئين، ويعلن مفاجأة صاعقة ستهز المغاربة. شاهدوا ماذا قال. ولكن إذا كنت مسلماً وتتفق بأن المغرب ستفوز على الجزائر، فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. يستعد المنتخب المغربي للناشئين لمواجهة المنتخب الجزائري في بطولة كأس إفريقيا المنظمة بالجزائر هذا العام. ولكن ما هز العالم هو تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقبل مباراة المغرب والجزائر، حيث أدلى بتصريحات للإذاعة الجزائرية وقال: هذه المباراة ستكون مباراة ملحة وتاريخية، وأنا على يقين أن الجزائري سيشرفنا خلال هذه المباراة وسيهزم المنتخب المغربي بنتيجة ثقيلة، وسيحقق انتصارا كبيرا على المغرب. وأنا أؤكد لمنتخبين الجزائري إذا رفع رأسي وانتصر على المنتخب المغربي سأقوم بتكريمه هنا في قصر الرئاسة وتتويجه بمنحة مالية من المال خاص، وسوف أزوده بأكياس من الحليب المجفف ثقيل الوزن. فهزيمة المنتخب المغربي هي تحدي بالنسبة لي، لأن المنتخب المغربي أصبح من أقوى المنتخبات العربية والعالمية بكباره وصغره. هزيمته ستكون إنجازا تاريخيا لنا كلنا، بأننا سننتصر والحظ سيكون حليف الجزائر خلال هذه المباراة بإذن الله. وفي النهاية إذا كنت ضد كلام تبون وتتفق بأن الفوز سيكون من نصيب المغرب، فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.